السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الكرة مع علي. واليوم إن شاء الله غادي نشوفوا آخر أخبار انتقالات المحترفين المغاربة، وعلى رأسهم أيوب الكعبي اللي انتقل حديثا لأوروبا. كذلك غادي نشوفوا مشكل ياسين بونو مع إشبيليا، سفيان برابط والمفاوضات المتعثرة مع فريق فيورنتينا، وكذلك غادي نشوفوا المشكل اللي كاين ما بين عبد الرزاق حمد الله ونادي اتحاد جدة. غادي نشوفوا تفاصيل هذا المشكل هذا، فخليكم معنا في حلقة اليوم، نتمنى انها تعجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة، ويلا نبداو على بركة الله الحلقة ديالنا. والخبر الأول معنا في حلقة اليوم مع المهاجم أيوب الكعبي اللي انتقل لفريق أولمبياكوس اليوناني. فريق أولمبياكوس اللي اعلن بشكل رسمي التعاقد مع المهاجم المغربي أيوب الكعبي في صفقة انتقال حر من نادي سد القطري. أيوب الكعبي اللي خاض عدة تجارب لا على الصعيد المحلي ولا على الصعيد العالمي، فمحليا بدا المسيرة ديالو مع فريق الراسينغ البيضاوي، وثم انتقل لفريق نهضة بركان، وآخر تجربة ديالو في الدوري المغربي مع فريق الوداد البيضاوي. كذلك خاض تجارب خارج المغرب، الصين ثم تركيا في نادي هاتاي سبور، واخيرا في نادي سد القطري. ايوب الكعبي غادي يجاور يوسف العربي في نادي اولمبياكوس، فكنتمناو تكون ثنائيه ناجحه ما بين ايوب الكعبي ويوسف العربي اللي غادي تعاون نادي اولمبياكوس انه يتوج بالدوري اليوناني. كذلك راه عندهم مباراه مهمه في الدور التمهيدي امام فريق جينك البلجيكي اللي كيلعب فيه بلال الخنوس، فغادي تكون مواجهه مغربيه خالصه ما بين الكعبي والعربي امام بلال الخنوس. فكل التوفيق لايوب الكعبي في المسيره ديالو الاوروبيه، ونتمناو يرجع التنافسيه ديالو باش نشوفوه مرة أخرى في المنتخب الوطني. وفي الخبر الثاني في حلقة اليوم عندنا المحارب سفيان أمرابط اللي المفاوضات ديالو باقي لحد الساعة ما بين مانشستر يونايتد وفيورنتينا. فكيف قلت لكم في الحلقة اللي فات، الأولوية ديال مانشستر يونايتد كانت التعاقد مع مهاجم، وفعلا تمت الصفقة بنجاح مع المهاجم الدنماركي راسموس هويلاند من فريق أتلانتا الإيطالي. دابا مانشستر يونايتد كيتفاوضوا رسميا مع فريق فيورنتينا باش يتعاقدوا مع سفيان أمرابط. فيورنتينا مازال مصر على 30 مليون أورو باش يتنازل على سفيان أمرابط. في نفس الوقت نادي الأهلي السعودي دخل في الخط، قدم عرض رسمي لسفيان أمرابط قيمة ديالو 10 مليون أورو لمدة 3 ديال السنوات، ولكن سفيان أمرابط عاطي الأولوية ديالو باش يبقى في أوروبا، وخاصة يلعب في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد بقيادة إريك تين هاغ. فكنتمناو على أن هذه الصفقة تم بنجاح وينضم لمانشستر يونايتد في أقرب وقت ممكن قبل النهاية تاع الميركاتو الصيفي. وفي الخبر الثالث في حلقة اليوم وهو على عبد الرزاق حمد الله، وكيف ما شفتوا هاد الأيام فحمد الله أعلن بشكل رسمي النية ديالو مغادرة فريق اتحاد جدة السعودي. فكلنا شفنا آخر ماتش ديال الاتحاد في البطولة العربية واللي سلب الهزيمة أمام فريق الهلال ب3-1، وشفنا باللي عبد الرزاق حمد الله ما شاركش بصفة رسمية. تقارير قالوا باللي السبب كان الإصابة اللي منعات المدرب نونو سانتو باش يشارك حمد الله في التشكيلة الرسمية. لكن بعد المباراة شفنا باللي حمد الله ابلغ اداره الاتحاد على النيه ديالو مغادره الفريق. بعض المصادر قالت باللي كاين خلافات على شكون غادي يكون مسدد ضربات الجزاء، كذلك ضمان رسميه، واش حمد الله غادي يلعب بطريقه رسميه ولا غيكون في الاحتياط الى اخره. فمن وجهه النظر ديالي عبد الرزاق حمد الله عنده كامل الحق باش يحط النقط على الحروف ويعرف واش المدرب غادي يعتمد عليه في الموسم الجاي ولا لا، وهذا من حقه باش يبقى في التنافسيه ديالو. كذلك كنشوف بلي فريق الاتحاد غادي يخسر بزاف الا تخلى على حمد الله، خاصه وهما لاعبين الموسم الجاي على 5 أو 6 الواجهات التنافسيه. فمثلا الدوري الموسم القادم غادي يكون فيه تنافسيه كبيره على الموسم اللي فات، زيد كاس الملك والسوبر، ناهيك على الشامبيونز ليغ الاسيويه وكاس العالم للانديه اللي غادي تحتضن السعوديه السنه القادمه ان شاء الله. فما يمكنش تضمن ان بنزيما يكون حاضر في كاع هذه المنافسات بلا ما يكون عنده بديل بجوده عاليه. فانا من وجهه النظر ديالي كنشوف بلي الاتحاد غادي يخسر بزاف الا تخلى على عبد الرزاق حمد الله. ومن بعد ما المهاجم المغربي اعلن النيه ديالو على الرحيل، فعديد من الانديه بينات الرغبه ديالها في التعاقد معه، وعلى راسها الشباب السعودي والوصل الاماراتي. فغادي نشوفوا الاسابيع الجايه شنو غادي تبين لينا في قصه حمد الله مع الاتحاد، واش غادي يوصلوا لشي اتفاق نهائي اللي غادي يرضيهم ويرضيه حتى هو، ولا غادي ينتقل لفريق اخر. وفي اخر خبر معنا اليوم واللي هو مع ياسين بونو وفشل الصفقه ديالو مع فريقي بي اس جي وبايرن ميونخ. ففي الاسابيع اللي فات شفنا بلي بي اس جي انسحبت من التفاوض مع ياسين بونو من بعد ما قدموا عرض القيمه ديالو 12 مليون اورو، ولكن فريق اشبيليا رفض هذا العرض وطلب في المقابل 20 مليون اورو. فاليوم بايرن ميونخ قدمت عرض اخر بقيمه 16 مليون اورو، ولكن فريق اشبيليا مازال متعنت وما باغيش يتنازل على 20 مليون اورو باش يتخلى على الحارس المغربي ياسين بونو. المشكل انه المدرب الحالي لفريق اشبيليا ما كيعتمدش على بونو بشكل رسمي، وهذا الشيء شفناه في الموسم اللي فات باللي في اغلب المباريات الدوري كان المدرب كيدخل الحارس الصربي ماركو ديميتروفيتش، بينما ياسين بونو كان كيدخل في منافسات الكاس والدوري الاوروبي.
فإلى المدرب غادي يعتمد نفس الحاجة في هذا الموسم الجاي، فراه صراحة هذا مشكل كبير لياسين بونو، وكنتمنى انه يلقى تجربه جديده في اقرب وقت ممكن. فهذا الشيء اللي كاين في حلقه اليوم. كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم وانكم بقيتوا حتى لاخر الفيديو. ما تنسوش الاشتراك في القناه، وان شاء الله نشوفكم في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.